أيضا متابعي الكرام، بعد حفل انطلاق مهرجان الندوة هنا بمنطقة نجران الثالث، معنا الدكتور مطلق بن شايع عسيري المشرف العام على مكاتب الندوة بالمنطقة الجنوبية. دكتور مطلق، سعداء نلتقيك في قناة شموس بعد هذا المهرجان الرائع. وأنا أسعد وشكرا لكم على إتاحة هذا الفرصة. دكتور مطلق، بعد حضوركم لهذا الافتتاح ورؤيتكم عن هذا المهرجان، ماذا يقدم للشباب المسلم بشكل عام؟ أولا بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، يعني تعودنا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي أن مثل هذه المهرجانات والملتقيات الثقافية التي تحوي مزيدا من البرامج التربوية والفكرية والترفيهية تحظى دائما بإقبال الشباب. ونحن عادة في ندوتنا الغراء التي هي وجدت من أجل الشباب نتلمس عادة البرامج النافعة والمفيدة التي تجمع بين الفائدة وتجمع بين المتعة، ونحرص غاية الحرص على أن نقدم لشبابنا الواعد المسلم، أن نقدم لهم برامج من شأنها أن تحمي عقيدتهم الإسلامية، وأن ترسم في داخل نفوسهم المنهج الوسطي المعتدل، وأن تقدم لهم الترفيه البريء المباح في ظل عصر يعني تتنازعهم فيه كثير من الأهواء وكثير من المغريات التي تتجاذبهم من كثير من الأطراف. فإذا ما اهتممنا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمثل هذه المناشط، فبلا شك أننا نقدم للشباب الملتزم الواعد ما يريدون في إطار يعني مباح بمشيئة الله، وفي إطار من شأنه أن يرتقي بوعيهم ويرتقي بفكرهم. دكتور مطلق، سعداء بلقائك ولك التقدير. وأنا أسعد وجزاكم الله خيرا. شكرا أتمنى الله لكم إن شاء الله مزيد من التقدم والعطاء. بمشيئة الله. شكرا الله لكم، جزاكم الله خيرا.